مساء الخير، انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل. والنهارده ان شاء الله حلقه جديده معانا من سلسله اوتو اناتومي، هنشرحها لك علشان نوضحها لك. والنهارده باذن الله هنتكلم عن سيستم التبريد في العربيه ونظام التبريد للمحرك اللي هو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سيبه يا ادم، سيبه واحده بس اكلم اتفضل الناس. عامل ايه؟ ازيك يا هندسه؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ والله ومنورني. وحشني كتير صدقني. والله عددها حوالي 120,000. انا من يوم ما اشتريتها وانا خلصت صيانات توكيل، ما شاء الله. وطول ما انا بعمل صياناتي بره انا محافظ جدا على موضوع الزيت ده، اهم بند عندي. اها، انا بحط الزيت ال 5000، وبصراحه زيت ايه؟ زيت ايه؟ 5000. ايه ده يا ادم ده؟ انت جبت لي الراجل ده منين يا ادم؟ لا ده ما انا هقول لك 5000. استناني طيب، اديني فرصه. ماشي، انا ما بكملش معاك 5000 يا باشا. 5000. 5000 زيت 5000. انا بنزله بعد 3000 وبغير معاه الفلتر. مبروك عليك يا باشا، الله انا بشجعك. صدقني انت بتعمل حاجه جميله جدا، انا بشجعك أنا يا باشا. شجعوا الراجل ده، حافظ على عربيتي يا جماعه. الراجل ده بيخرب الدنيا. احنا هنغير النظام يا جماعه. يا باشا اتفرج على الحلقه دي لو سمحت، واحنا هنشوف الموضوع ده. كتر خيرك. اتفرج يا باشا على الحلقه اللي السلام جايه دي. عليكم. الراجل الطيب ده يا جماعه زي ما احنا شفنا كده بيغير زيت 5000 عشان ينزله على 3000 وبيغير معاه الفلتر ده. عايز اقول لك يعني ان هو اللي احنا عندنا عملاء كتير من العملاء اللي بالشكل ده كده، وهم دايما بيفكروا ان هم بيعملوا مع العربيه الصح والمظبوط، وان هم كده بيحافظوا على عربيتهم. وللاسف هو بيخسر عربيته، بيخسر محرك عربيته، وللاسف هو مش بيحافظ، هو بيدمر. وبسبب المشكله دي او بسبب الراجل الطيب ده احنا النهارده هنلغي الكلام بتاعنا او هنأجل كلامنا عن دوره التبريد في العربيه، وهنخليها ان شاء الله للحلقه الجايه. والنهارده هنتكلم على ازاي تختار زيت عربيتك، وهوضح لك انت ازاي تختار زيت عربيتك مهما يكن نوع عربيتك ايه وموديل عربيتك ايه. مساء الخير. مبدئيا احنا دلوقتي هنوري لك ازاي انك انت تختار الزيت المناسب لعربيتك بمساعدتك انت اللي هتختاره. احنا بس معيله بس هنوري لك انت ازاي تمشي الخطوات، مش اكتر من كده، علشان اي حد يقدر ان هو يختار الزيت المناسب لعربيته، سواء كان اوبل او غير اوبل، شيفروليه او غير شيفروليه. البراند المناسب او المواصفه المناسبه للبراند بتاع عربيتك، موديل عربيتك هتحط البراند بتاعك، هتحط الانجن كود بتاعك. والانجن كود ده مهم جدا، لو حضرتك مش عارفه فاحنا هنقول لك عليه في الاوبل. لو حضرتك بره الاوبل هستأذنك ترجع لمركز الخدمه بتاعك او للوكيل عندك عشان يقول لك الانجن كود بتاع عربيتك اسمه ايه، وبالتالي تقدر انك انت تختار الزيت المناسب لعربيتك. الشاشه عند حضرتك هتتقسم نصين، وهنطلع فيها نوري لك ازاي انك انت تمشي الخطوات مع الاويل سيلكتور. من افضل البراندات او من افضل الاويل سيلكتورز اللي موجوده عندنا في براندات الزيوت هو الليكو مولي، كذلك في عندنا رينول، كذلك في عندنا موتول. البراندات الكبيره او البراندات المحترمه من الزيوت بتعمل لنفسها اويل سيلكتور، وبالتالي بتقدر حضرتك عن طريق الويب سايت بتاعهم تختار الزيت المناسب لعربيتك. احنا النهارده هنختار معاك الليكو مولي، وهنشتغل على الاويل سيلكتور بتاع الليكو مولي، ونفس ذات نفس او نفس الحكايه كده بالظبط هو اللي انت بتطبقه على بقيه البراندات او بقيه الاويل سيلكتورز لاي براند زيت تاني غير الليكو مولي. فيلا بينا نبص بقى على ازاي اجيب السيلكتور وازاي امشي الخطوات بتاعته. مبدئيا بخش على جوجل، بقول له ليكو مولي اويل سيلكتور. اخترت الاويل سيلكتور بتاع ليكو مولي. بروح اختار بقى الليكو مولي عامله لك حاجات كتيره قوي. فاحنا اول حاجه هنعملها هنروح نختار البراند ده هو نوع عربيتك. احنا بما اننا احنا مستشفى الاوبل ودايما احنا عنصريين شويه في الموضوع ده، فاحنا بنختار كل ما هو اوبل. هنروح نختار الاوبل في البراند بتاعنا. بسم الله، اخترنا الاوبل. اول حاجه هنختار العربيه الاوبل الاسترا جي اللي هي بدايه من موديل 98 لغايه 2005، وهنروح نختار الموتور المناسب لعربيتنا. احنا عندنا هنا المواتير المناسبه لعربيتنا بتكون ال 1600 الزد 16، ودي اكتر المواتير عندنا في الموديل اللي هو من 2003 لغايه 2005. دي موديل الاسترا البرازيلي او ده المحرك بتاع الاسترا البرازيلي. وكذلك المحركات ال 1600 اللي نازله اللي بتتعدل او بتتسقط للاسترا الالماني اللي هي موديل 2000 وال 2001.
فكل العربيات الاوبل الاسترا بدايه من موديل 2000 لغايه موديل 2006 2007 اللي هي بنسميها الاسترا جي او الاسترا البرازيلي، كل المحركات بتاعتها ال 1600 الاثنين كاما هم يقدروا يختاروا اختيار من الاختيارات اللي موجوده قدامكم دي على الشاشه. احنا هنا بنختار المايلج بتاعتنا، هو بيقول لك اقل من ال 150 الف كيلو. الناس هنا بشويه بتبص لك قبل ال 150 وبعد ال 150 الف كيلو. احنا هنا في بلادنا نتيجه للاجواء بتاعتنا فاحنا بنبص لها بشكل اقل شويه 100,000 وما بعد ال 100,000. فاحنا هنبص هنا الناس بتختار لنا ايه 5W30 سبيسيفيك تك، ده للمحركات اللي هي لسه بخيرها كده. نروح ما بين اختيارين، هما الاختيار بتاع المولوجن ال 5W40. يبقى انا كده عرفت اول حاجه للعربيات اللي هي الاسترا جي اللي هي الاسترا البرازيلي ال 1600 الاوتوماتيك، نقدر ان احنا نختار لها مولوجن 5W40 او اي حاجه 5W40 تمشي معاكوا 10,000 كيلو. طيب لو احنا حضرتك الانجن بتاعنا شويه على قده شويه او الانجن بتاعنا شويه متهالك، فاحنا هنروح ناخد الاقل شويه اللي هو المولوجن 10W40. ونقدر برضو كذلك احنا مش حكر على ليكومولي، ولكن نقدر نختار اي براند زيت ناخد فيه المواصفه اللي هي ال 5W40 او ال 10W40. عندنا هنا حاجه جميله جدا، بيقول لك ان الزيت ده بيتغيره حضرتك كل 30,000 كيلو. فطبعا الناس هتقلق جدا لو نقول لها ان احنا فعلا الزيوت المفروض تتغير عن 30,000 كيلو، وطبعا احنا عندنا العقليات عندنا اترسخت على اساس ان احنا بنغير زيت كل 10,000 كيلو. فاحنا خلينا بس في النقطه بتاعت ان احنا بنغير كل 10,000 او كل 12 شهر. لازم حضرتك لو ما مشيتش حتى على الزيت بتاعك 1000 كيلو بعد 12 شهر لازم ترمي الزيت بتاع العربيه بتاعتك في الزباله وتحط زيت جديد. بيقول لك هنا كمان الكباسيتي بتاعت الانجن، بيقول لك هو بياخد كميه زيت قد ايه، والفلتر بياخد كميه زيت قد ايه. فبالتالي هو الكباسيتي بتاعت الانجن بالفلتر حوالي 4 كيلو زيت الا ربع. احنا في الطبيعي بنحط 4 كيلو زيت، الربع كيلو ده يعني ما بيأثرش معانا كتير، زياده بسيطه جدا نظرا لان اغلب العربيات دي فيها تسريبات من بعض الاويل سيلز، فالزياده اللي هي الربع كيلو دي ما بتاثرش معاك في اي حاجه. الناس بقى اللي شغاله على العربيات بتاعتها بال 5000 بقالها فتره كبيره، فانت اوريدي حصل عندك تاكل في الانجن بتاعك نتيجه مواصفه الزيت اللي انت حاططها مش مظبوطه، وبالتالي حضرتك لو غيرت لل 10,000 او اللي هو ال 10W40 او ال 5W40 فانت ممكن تلاقي اختلاف في صوت الموتور نظرا لان حصل تآكل في الانجن بتاعك، فبالتالي هتلاقي صوت الموتور بتاعك عالي. فانت هتخش بقى في نقط تانية اللي هي نقطه العمره، ونبتدي ان احنا نرجع الخلوصات بتاعه العربيه دي للخلوصات الطبيعيه، وبالتالي اول ما بتبتدي تعمل عمره ترجع باشا للمواصفه الطبيعيه بتاعه الزيت بتاعتك اللي هي 5W40 او ال 10W40. كده ده كان بالنسبه للانجن. طيب بالنسبه للترانسميشن، العربيات الاوتوماتيك احنا هنروح نختار الزيت بتاعها، وهنا بيقول لك ان الزيت بتاعنا توب تك ATF 1100. احنا عايزين نشوف ايه هو الزيت اللي هو بيتكلم عنه ده. قال لك ان هو ديكسترون 3 ATF 3 او ديكسترون 3، ده المواصفه المناسبه للفتيس بتاع العربيات الاسترا او الفيكترا ال 1600 الاوتوماتيك، موديلات من اول 2000 2001 لغايه موديلات 2005 2006. العربيات المانيوال بتحط زيت 75 80، مش الزيت اللي احنا دايما بنحطه في عربياتنا يقول لك حط زيت 80 90. الزيت ال 80 90 ده زيت مينرال اويل، ده زيت غير تخليقي اطلاقا. ال 75 80 بيكون زيت اما سنتاتيك اويل او سيمي سنتاتيك اويل على حسب البراند، وبالتالي انت حضرتك بتحافظ على الفتيس بتاع عربيتك المانيوال اللي هو اصلا دلوقتي ملوش سعر، يعتبر اي فتيس مانيوال النهارده تروح تجيبه يوم ما بيتمعظم خالص ب 1000 جنيه. ولكن الكلام ده بيسري على كل العربيات الاوبل المانيوال بدايه من ال 2000 2001 لغايه 2008 2009. كل العربيات المانيوال بتحط لها 75 90. ومعلومه صغننه كده ان احنا دايما بنقول للناس العربيات الايزي ترونيك تعامل معامله المانيوال، وبالتالي الفتيس الايزي ترونيك بيتحط له زيت 75 80. الزيت ده لما الفني بينزل الزيت بتاع ال 75 80 ده بيحس ان هو زيت احمر كانه باور احمر، فدايما بيروح يشتري للفتيس ده باور احمر. الكلام ده مش مظبوط. فتيس العربيات الايزي ترونيك بياخد 75 80، ده زيت سنتاتيك اويل، زيت مانيوال مش باور احمر. بالنسبه لزيت الفرامل، فزيت الفرامل عندنا دايما بيتحط الدوت 4 او الدوت 5 المتوفر عندك حطه، اي براند الموضوع ما فيهوش مشاكل. بالنسبه للباور ستيرنج في العربيات الاوبل عموما، الباور ستيرنج الكهرباء اللي هو الكترو هيدروليك باور ستيرنج، ده اللي هو بنسميه الباور النص كهرباء، فده بيتحط له زيت حاجه اسمها باور ابيض كهرباء. البراند زي ما يكون البراند بتاعك حط البراند اللي انت عايزه، انما هو اسمه زيت باور ابيض كهرباء، وينفع معاه برضو الزيت السي في تي يشتغل معاها ممتاز جدا جدا. اما بالنسبه للكولينج سيستم، فليكومولي بتقول لك ان احنا الكولينج سيستم بتاعنا المناسب لعربياتنا اللي هو الجي 12 او الجي 12 بلس.
اي كولينج سيستم او اي ميه واخده المواصفه بتاع الجي 12 او الجي 12 بلس، فهي مناسبه للعربيات الاسترا بدايه من موديل ال 2000 لغايه ال 2007 او ال 2006 اللي هي بنسميها الاسترا ال 1600 البرازيلي. هنرجع تاني نختار اختيار مختلف شويه ونتحرك لفوق شويه ونقول ان احنا هناخد العربيه اللي هي الاسترا الاتش اللي هي بدايه من ال 2006 2007 لغايه ال 2010. الاسترا الاتش اللي هي موديلات من 2007 2008 2009 اللي هي الموتور بتاعها الكود بتاعه الانجن كود بتاعه زد 16 اكس اي بي وزد 16 اكس اي 1 اللي هم ال 105 هورس باور وال 115 هورس باور. هنا الليكومولي بتقول لك ان احنا الكباسيتي بتاعتك بتكون من 4 ل 4.5 لتر، وبيكون الفلتر كباسيتي ربع لتر. فاحنا دايما في المستشفى هنا عندنا فضل ربنا ان احنا بنغير الزيت في العربيات الاسترا اتش 4.5 لتر، ده توتال كاباسيتي بالفلتر. هنا الريكومنديشن بتاع الليكومولي للانواع الزيوت بتاعتها، فبيقول لك ان انا العربيه اللي هي الكويسه او حاله الموتور الممتازه بتحط لها توب تك 4600 5W30. يبقى انا كده المواصفه المناسبه لعربيتي هي ال 5W30. كل شركه زيوت بتصنع زيت وبتسميه اسم، فهم سموا التوب تك 4600 ده اسم الزيت بتاعهم، انما مواصفته هي ايه 5W30. وبالتالي الابروفز اللي هو واخد جي ام داكسس 2. الجي ام داكسس 2 دي اهم حاجه علشان خاطر يكون مناسب للمحركات اللي هي الايكوتك الجنريشن الجديد من المحركات دي اللي موجود في العربيات الاسترا الاتش والفيكتور سي. هنرجع تاني نشوف هم ممكن المحركات ما بعد ال 100000 كيلو بيختاروا لها ايه. بيختاروا لها التوب تك 4100، وده بفضل الله ده الزيت اللي احنا شغالين بيه عندنا هنا في المستشفى. المواصفه دي احنا بنشتغل بيها هنا التوب تك 4100 5W40، وده اللي احنا بننصح الناس بيه ما بعد ال 100000 كيلو. يا رب تكون عامل 500000 كيلو. من 100000 كيلو انت تبتدي تحط ال 5W40، ويفضل ان هو يكون واخد المواصفه بتاعه الداكسوس عشان خاطر يبقى المواصفه بتاعتنا مظبوطه جدا ان هي مناسبه للمحركات الايكوتك بتاع الاوبل. الترانسميشن في العربيات دي دايما قلت لكم ان هو بيتعامل معامله المانيوال، فبالتالي هياخد الزيت اللي هو ال 75W80 زيت فتيس مانيوال ولكن سنتاتيك اويل. بالنسبه للفتيس الايزي ترونيك المواصفه الزيت بتاعه الفتيس 75W80. بالنسبه للزيت بتاع الدبرياج بتاع الاسترا اتش والفيكتور سي العربيات الايزي ترونيك، فاحنا بنحط لها زيت باكم عادي خالص، بياخد زيت باكم اللي هو الدوت 4 زيه زي الزيت الفرامل بالظبط، بياخد دوت 4. الباور ستيرنج عشان ما نضيعش وقت، الباور ستيرنج بتاعنا هو نفس الباور ستيرنج بتاع الاسترا ال 2004 ل 2005 اللي هو الكترو هيدروليك باور ستيرنج، فبتاخد حاجه اسمها زيت باور ابيض كهرباء. تقدر انك انت حضرتك البراند اللي بترتاح له نفسيا تروح له وهيقول لك الزيت اللي المناسب ليك احنا مسمينه كذا، فالاسم ده في البراند اللي حضرتك بتحبه هتروح تشتريه، مش اكتر من كده. بالنسبه للكولينج سيستم، الكولينج سيستم برضو الليكومولي هنا مختار حاجه اسمها الكولنت ريدي ماكس الراف 12، ودي اللي هي مواصفتها 50%. ودايما احنا بننصح الناس في المحركات اللي هي الجنريشن الجديد من المحركات اللي هو بدايه من الاسترا الاتش والفيكتور سي لغايه الاسترا جي ولغايه الانسانيا الجراند سبورت، كل المحركات دي بتاخد الميه اللي هي ال 50% الجي 12 او الريدي ماكس 12. الاسترا جي بدايه من موديلات 2009 لغايه 2018. المحركات اللي عندنا بتختلف عن المحركات اللي بره في الوقت ده، فاحنا هنختار من 2015 2016. احنا عارفين المحركات عندنا نازله من اول 2013 او 2011. احنا هنختار المحرك اللي هو البي 16 اكس اي ار، هو نفس المحرك اللي هو الاي 16 اكس اي ار. الاثنين يعتبروا محرك واحد، يعتبروا اختلاف بسيط جدا ما بين الاثنين المحركين، ولكن يعتبر نفس النواه بتاعتهم هي نواه واحده، ومحرك خارجيا او ظاهريا هو محركين يعتبروا الاثنين واحد، من بره ما تفرقهمش عن بعض. الاختيار بتاعهم دايما احنا بنتكلم مع الناس ما بعد ال 100000 كيلو، لان اغلب العربيات دي عدت المرحله بتاعه ال 100000 كيلو. اللي ما عداش مرحله ال 100000 كيلو فهو دايما يبقى فاهم وعارف كويس قوي ان هو هياخد المواصفه اللي هي 5W30 داكسوس 1 جنريشن 2. دي المواصفه المناسبه للعربيات الاوبل من اول 2007 2008 لغايه الاسترا جي 2017 2018. المواصفه المناسبه ليك ما قبل ال 100000 كيلو 5W30 داكسوس 1 جنريشن 2. ما بعد ال 100000 كيلو دايما بننصح المحركات دايما بننصح العملاء ان هم يروحوا يغيروا ل 5W40. في الليكومولي هو بيقول لك ان احنا عندنا ال 5W40 التوب تك او الموليجن، سواء كان في موليجن، الموليجن طبعا ممتاز جدا، 5W40 موليجن او 4100 توب تك او 4110 في التوب تك، كل ده مناسب لعربيتك. طيب زيت الفتيس وازمه زيت الفتيس في العربيات الاسترا جي، فاحنا هنا الناس بيقول لك ان الزيت ده تعال نروح نشوف المواصفه بتاعته المناسبه ليك ايه.
كل القصه وكل الحكايه ان هو بيقول لك ان ده زيت ديكسترون 6. الزيت بتاعك هنا ديكسترون 6 هو مسميه توب تك اي تي اف 1800، ده الاسم بتاعه، انما المواصفه بتاعتنا لزيت الفتيس في الاسترا جي هي ديكسترون 6. بالنسبه لزيت الباور، فبعض العربيات عندنا او بعض الموديلات من بدايه من 2016 2017 رجع الباور ستيرنج بتاعها، او هو بداوا ينزلوا العربيات دي الباور ستيرنج بتاعها بالنظام اللي هو بتاع الهيدروليك باور ستيرنج بزيت. فهم بيقولوا لك ان انت حضرتك تقدر تحط للباور ستيرنج بتاعك نفس المواصفه بتاعت الزيت اللي انت بتحطها في الفتيس اللي هي ديكسترون 6. يبقى زيت الباور لو انت حضرتك معاك استرا جي فيها الباور هيدروليك، فانت حضرتك هتروح تاخد الزيت اللي هو الديكسترون 6 بتاع الفتيس وتزود بيه في زيت الباور بتاعك. الكولينج سيستم بتاعنا هو الكولنت ريدي ميكس اللي هو ال 12 بلس. ده دايما زي ما قلت لكم مواصفته بتكون 50%. يبقى الميه بتاعتنا اللي احنا مناسبه لعربياتنا ميه تكون مواصفتها 50% وتكون جي 12. اخترنا دلوقتي العربيه الاوبل جراند لاند اكس اللي هي بدايه من موديل 2017 2018 لغايه موديل 2021. فهو قال لك ان التشينج بتاعك يكون بعد 30,000 كيلو او 12 شهر، والكباسيتي بتاعتها بتكون 4.4 لتر. الزيت المناسب للعربيه الجراند لاند هو الزيرو دبليو 30، وهم قالوا لك ان المواصفه بتاعتنا اللي احنا بننزلها المناسبه للعربيات الاوبل الجراند لاند واخده الابروفال بتاع البيجو ستروين. فهي بتكون الزيت اللي هو التوب تك 4310 زيرو دبليو 30. دي هي المواصفه المناسبه لعربيتك الاوبل الجراند لاند، عشان خاطر مشاكل المحركات في الاوبل الجراند لاند يعني بقت كتيره جدا 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 بسبب ان الناس بتحط الزيت اللي هو ال 5 دبليو 40 وال 5 دبليو 30 وتحط الحاجات الغريبه العجيبه دي. ومن ضمنها كنا عاملين فيديو على العربيه العميل بتاعها كان بيحط زيت 5000 كيلو زي الراجل اللي كان بيحط زيت 5000 كيلو ده وينزله على 3. حرفيا الناس دي بتدمر مواتير عربياتها، وبالتالي بننصح الناس اللي معاها جراند لاند بعد اذنك حط لعربيتك المواصفه اللي هي الزيرو دبليو 30. واهم حاجه تكون واخده الابروفل بتاع بيجو، وهتلاقي الابروفل بتاع بيجو مكتوب هنا اهو ب 712312. ده مهم جدا جدا ان هو يكون الزيت بتاعك واخد الابروفل بتاع بيجو. الهيدروليك بريك سيستم اللي هو زيت الفرامل بتاعك ما بين الدوت 4 والدوت 5 الموجود منهم هيبقى ممتاز معاك في عربيتك، ما فيهوش اي مشاكل. بالنسبه للكولينج سيستم او بالنسبه للميه، فالميه الجي 12 شغاله ما فيهاش اي مشاكل اللي هي التركيز 50%. يبقى احنا كده اللي احنا نقدر نحطه في ذهننا او من المسلمات معانا ان كل العربيات بدايه من 2000 2001 المحركات المحترمه المحركات الكويسه الحالات الكويسه بنبتدي نحط لها زيت فولي سنتاتيك اويل 5 دبليو 40 اللي بيمشي معانا 10000 كيلو. الناس اللي بتحط للمواتير بتاعتها 5000 كيلو انت بتدمر موتور عربيتك ب 5000 كيلو. البراندات المحترمه بطلت تصنع المينرال اويل اللي هو ال 20 دبليو 50 وال 15 50 والحاجات دي بطلوا يصنعوها تماما، وبقت الناس كلها شغاله على ال 5 دبليو 40 سنتاتيك اويل. ده الزيت اللي دايما الشركات الزيوت بتنصح بيه للمحركات اللي هي من اول ال 2000 2001 لغايه ال 2017 2018. نبتدي نصنفهم شويه في الاوبل عشان احنا عندنا عنصريه مع الاوبل. الناس اللي سايقه العربيات اللي هي من اول 2000 2001 لغايه ال 2006 2007، سواء كنت حضرتك راكب كورسا راكب استرا راكب فيكتورا، حضرتك حط زيت ال 5 دبليو 40. لو الحاله بتاع الموتور بتاعك شويه مش قد كده حط الزيت اللي هو ال 10 دبليو 40. ده هو المناسب لعربيتك. بالنسبه لزيت الفتيس في العربيات اللي هي الاسترا او الفيكتورا بدايه من موديل 2000 لغايه 2006 اللي عند زيت الفتيس المناسب لعربيتك بيكون الدكسترون 3 او الاي تي اف 3. زيت الفتيس المانيوال المناسب لعربيتك هو ال 75 دبليو 80. بالنسبه للعربيات اللي هي الايزي ترونيك اللي هي 2007 2008 بتحط نفس الزيت الفتيس اللي هو ال 75 دبليو 80 سنتاتيك اويل. هتلاقيها في البراندات المحترمه بتوفر المواصفه دي من الزيت. زيت الفرامل او زيت الباكم في كل البراندات بيبتدي معانا من الدوت 4 والدوت 5، يعني كل ما هو دوت 4 ودوت 5 شغال معانا من اول 2000 2001 لغايه 2022. بالنسبه للميه ففي شبه اجماع على ان العربيات من اول 2001 2002 لغايه 2022 بتحط لها الميه اللي هي جي 12 اللي هي التركيز بتاعها بيكون 50%. نبتدي نتحرك سنه شويه العربيات الفيكتورا سي الاسترا الاتش الاسترا جي. بعد اذن حضرتك انسى قصه الزيت ال 5000 تماما. حط دايما لو عربيتك عامله 500000 كيلو حط لها 5 دبليو 40. اهم حاجه تكون واخده مواصفه الجي ام اللي هي الداكسوس
ما قبل ال 100000 كيلو بتحط لها حضرتك ديكسوس 1 جنريشن 2، ما بعد ال 100000 كيلو حضرتك بتحط لها الديكسوس 2. بالنسبه لزيت الفتيس في العربيات اللي هي الاسترا جي واحنا طالعين لغايه موديل 2022 فهي بتكون الديكسترون 6 مواصفه الميه 50%، الجي 12. كده احنا يعتبر مسكنا العربيات الاوبل فصصناها تفصيص وقلنا لك ايه المناسب لعربيتك، سواء زيت موتور، زيت فتيس، زيت باكم، زيت هيدروليك اللي هو زيت الباور. قلنا لك ايه المناسب للميه اللي انت هتحطها، ميه التبريد اللي حضرتك هتحطها في عربيتك. كده احنا بفضل ربنا عملنا اللي علينا، وقلنا للناس خد بالك زيوت من اهم ما يكون. حته الزيت احنا ورينا لكم فيديوهات كتير قوي، ويعلم ربنا احنا ما بنرضاش نطلع بكل المشاكل اللي بتجيلنا اللي هي تخص الزيت، لان احنا هنكون متكررين بشكل غير طبيعي بسبب المشاكل المتكرره بتاعه الميه والزيت. حافظ على عربيتك، حافظ على موتور عربيتك بان انت حضرتك تختار الاختيار المظبوط. اي حد عنده مشكله في اختيار الزيت المناسب لعربيته بالنسبه للاوبل، انا عينيا ليك. حضرتك خد سكرين شوت للحاجه اللي انت مش فاهمها وابعتها لنا على الواتساب على الارقام بتاعتنا اللي هتظهر عندك في الشاشه دلوقتي. ابعتها لنا على الواتساب وهرد عليك، هقول لك ايه المناسب لعربيتك، او في التعليقات اكتبوا لنا الموديل بتاع عربيتك ايه وانا هقول لك المواصفه المناسبه لعربيتك. دلوقتي مع سؤال حلقه النهارده. سؤال حلقه النهارده بيقول لو حضرتك حاطط زيت موتور 10000 كيلو اللي هو 5W40 او 5W30، وبعد 5000 كيلو او بعد 6000 كيلو الزيت عندك في العربيه نقص، واحتجت انك انت لاي سبب من الاسباب انك انت تزود زيت موتور، يا ترى حضرتك المفروض تحط زيت من نفس المواصفه اللي انت حاططها، ولا اروح احط زيت 5000 كيلو؟ ما انا مشيت 5000 وباقي معايا 5000، فانا اروح ازود زيت 5000 كيلو بما ان انا لسه باقي معايا في الزيت القديم 5000 كيلو. يبقى السؤال تاني بيقول ان انا النهارده حاطط زيت 10000 كيلو 5W40 او 5W30 من المواصفه بتاعتنا اللي هي الدكسوس 2 او الدكسوس 1 جنريشن 2. بعد 5000 كيلو او بعد 6000 كيلو العربيه بتاعتك نقصت نص كيلو او كيلو زيت، فبالتالي حضرتك انت باقي عليك في غيار الزيت او باقي لك في غيار الزيت حوالي 4000 كيلو غير زيت. يا ترى انت المفروض تزود الكيلو ده ايه؟ هتزوده من نفس المواصفه بتاعت الزيت اللي انت حاططها، ولا هتزوده بمواصفه اقل اللي هي بتمشي كيلو متر اقل اللي هم حوالي 5000 كيلو اللي باقيين لك؟ نتمنى من الناس اللي هم بيجاوبوا على الاسئله بتاعت الحلقه على الفيسبوك او على التيك توك ان هم يروحوا يجاوبوا على السؤال على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، لان اغلب الناس اللي بتجاوب على الاسئله بتكون على الفيسبوك وعلى التيك توك، وبالتالي احنا ما بنقدرش نكسب الناس دي. حضرتك لو عايز تكسب معانا فحضرتك لازم تكون الاجابه بتاعتك على القناه بتاعتنا على اليوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز. جايزتنا عباره عن خصم 25% على غيار زيت الموتور او غيار زيت الفتيس. فلو حضرتك جاوبت معانا صح على القناه بتاعتنا على يوتيوب، حضرتك تقدر انك انت تيجي وتستلم الجائزه بتاعتك. هي عباره عن 25% على الغيار زيت المحرك، سواء كنت حضرتك بتختار بقى الزيت اللي بتحبه. احنا عندنا الموتول، رينول، ليكومولي، اي حاجه من البراندات دي بفضل الله موجوده. فلو حضرتك حابب تغير اي براند فيهم هيكون عليه خصم 25% للفايز بالاجابه الصحيحه على السؤال ده. او لو حضرتك حابب انك انت تعمل بقى دواره بالريموت او دواره عن بعد، فدي بيكون مناسب ليك لو انت معاك العربيات الاسترا جاي من اول 2013 لغايه 2022، او لو معاك حضرتك عربيه انسانيه من اول 2015 لغايه 2018. فكل دول مناسب ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل لهم ريموت ستارت، وبتاخد عليه خصم 50% على الريموت ستارت لو حضرتك جاوبت مظبوط على سؤال الحلقه. ونفكر حضراتكم ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناه بتاعتنا على اليوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، لايك للبيج بتاعتنا مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي على الفيسبوك، وفولو على التيك توك وانستجرام مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي. باي باي.